استطاع الجيش الحر من ضمن غرفة عمليات درع الفرات استعادة جميع القرى التي سيطر عليها تنظيم الدولة مؤخرا. تصحيحا، ليست فقط 4 قرى سيطر عليها الجيش الحر، بل أصبحت عدد القرى التي استعادها الجيش الحر 12 قرية، لأن اليوم دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وبين تنظيم الدولة، استطاعوا من خلالها استعادة السيطرة على جميع القرى التي خسروها. كانت أهم هذه القرى الغوز والطويس وكذلك برعان، وبالإضافة أيضا إلى محيط مدينة أخترين بشكل كامل. جميع هذه القرى أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري الحر، وبالإضافة إلى إعلانهم عن أسيرين وعدد من القتلى. نعم. لمزيد من التفاصيل لو سمحتي لي ميرا، سأستضيف معي هنا قائد فرقة الحمزة سيف أبو بكر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي خالد. حدثني عن آخر التطورات العسكرية الحاصلة هنا في ريف حلب الشمالي، كيف تدور المعركة؟ هل استعدتم جميع هذه القرى؟ نعم، بعد شن هجوم معاكس من قبل تنظيم داعش على المناطق التي سيطرنا عليها مؤخرا، قام التنظيم بالسيطرة على 10 قرى من كانت تحت سيطرة الجيش الحر، وبعدها قمنا بالهجوم على هذه القرى واستعدنا السيطرة عليها، وتم قتل 14 عنصر من تنظيم داعش وأسر 2 في محيط قرية الواش والباروزي وبرعان وإكسار وتويس. وقمنا أيضا الآن بالتقدم باتجاه قرية حزوان التي تعد على مشارف مدينة الباب، لأن مدينة الباب هي تعد الآن الهدف الرئيسي لعملية درع الفرات والمعقل الرئيسي لتنظيم داعش. إذا الآن قرى عبلة تلتانا، جميع هذه القرى التي خسرتموها خلال الفترة الأخيرة هي تحت سيطرتكم؟ نعم، القرى التي استعدناها الآن، والآن قوات درع الفرات على مشارف قرية عبلة، وبإذن الله سوف تقوم القوات بالتوجه إلى مدينة الباب التي تعد من أهم معاقل تنظيم داعش. نعم، الآن يعني لمن يعرف خريطة المنطقة، قرية حزوان هي مطلة نوعا ما على مدينة الباب. هل المرحلة عندما ستصلون إلى مدينة الباب ستكون المعركة أسهل، أسرع، هناك توقف مؤقت؟ ماذا عن معركة الباب؟ نحن كان الهدف الرئيسي بصراحة مدينة الباب، وكنا متوجهين بالعملية حسب الخطة والتعليمات، ولكن تقدم قوات سوريا الديمقراطية من الغرب باتجاه الشرق عاقل العملية وأخر العملية، ولكن الآن عدنا الخطة بإذن الله للتوجه إلى مدينة الباب، وسنسيطر على مدينة الباب، وبعدها سنقوم بالرد على قوات سوريا الديمقراطية التي عطلت عملية درع الفرات، وسنقوم عليهم بالرد بإذن الله في تل رفعت ومنبج. أشكرك جزيل الشكر سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزة على هذه المعلومات. نعم ميرا، يعني نحن من هنا من ريف حلب الشمالي نؤكد بأن جميع القرى التي خسرها الجيش الحر مؤخرا الآن واليوم ضمن هذه العمليات أصبحت تحت سيطرتهم، والآن باتوا على أبواب قرية حزوان، هذه القرية التي تطل على مدينة الباب، ولربما ستسهل لهم الكثير للوصول إلى المدينة الأهم والأكبر في ريف حلب الشرق.